تعرف ان في موميا فرعونية واحدة العلماء كلهم رفضوا ان هم يلمسوها، واي حد كان بيحاول يقرب من الموميا دي كان بيحصل له مصيبة. والموميا دي اثارت رعب العلماء لدرجة انهم رفضوا يفكوا الكتان اللي عليها. مومياء بشيري، وبشيري ده كان كاهن فرعوني عاش من اكتر من 3000 سنة، ولقوا الموميا بتاعته بحالة غريبة جدا، كانت ملفوفة بالكتان بدقة مخيفة، لكن كان فيها حاجة مش طبيعية. العلماء لما جابوا بشيري عشان يدرسوه اكتشفوا ان هو ملفوف باكتر من 375 متر من الكتان، وكأن اللي حنطوه كانوا عايزين يحبسوا حاجة معاه. الغريب بقى انهم في كل مرة كانوا يحاولوا يفكوا الكتان ده من عليه كانت دايما بتحصل حاجة مرعبة، زي المعدات كانت بتتعطل فجأة، وناس منهم كان بيجي لهم ضيق تنفس. وحتى في مرة من المرات حصل حريق صغير في المعمل اللي كانوا شغالين فيه، وكأن في تحذير انهم ما يفكوش الموميا دي. والاغرب بقى ان هم لما فكروا يستخدموا تقنيات حديثة عشان يشوفوا ايه اللي جوه الموميا دي من غير ما يفكوها، لقوا حاجة مرعبة جدا. الهيكل العظمي للموميا كان باين عليه تشوهات غريبة، وكأنه شاف حاجة رهيبة قبل ما يموت. ولحد النهاردة العلماء سايبين موميا بشيري زي ما هي، ومفيش اي حد عنده الجرأة ان هو يفكها. تفتكر بقى ايه السر اللي مستخبي ورا الموميا دي؟ وهل كون